احلى شكلمة جوز هند ممكن تدوقوها بدون بيض وبمكونات بسيطة. لو اول مرة تشوفوني انا الدكتورة سهى، اتمنى ان تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. عندنا 3 كوبايات من جوز الهند او ربع كيلو، هننزل عليهم بكوباية الا ايراد سكر عادي ونص كوباية دقيق، ونخلط كويس قوي المكونات الجافة مع بعضها لحد ما تختلط تماما. هننزل عليهم بكوباية الا ربع حليب سائل ونعجنهم كويس جدا لحد ما نحصل على القوام اللي انتوا شايفينه ده. هنبدأ نشكلها أقراص صغيرة ونرصها في صينية أو قالب مدهون كويس بالزيت لحد ما نخلص المقدار كله. هندخلها فرن سخن مدة لا تزيد عن 10 دقايق لحد ما قعرها يبدأ يبقى بامبي أو يحمر شوية بدون ما يتغير لونها من فوق. ولما تخرج من الفرن نسيبها لما تبقى دافية، ولازم نغطيها كويس علشان ما تنشفش. وصفات جوز الهند بتنشف لما تتعرض للهواء، وهتخرج لنا بالشكل الجميل ده، وعراها بس هو اللي محمر وهي بيضة من فوق. ودي أول طريقة للشكلمة أعملها لكم، لسه في كذا طريقة. أتمنى لو عجبتكم الوصفة تنفذوها، تكتبوا لي أسئلتكم ورأيكم في التعليقات، وبالهنا.